سلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتمام الصحة والعافية. اليوم بغيت نشارك معكم هاد السلطة اللي كتجي رائعة، هماوية شكلا ومذاقا. حتى في المذاق غادي تعجبكم، وانا متأكدة غتعجب حتى وليداتكم والعائلات ديالكم، لانها كتجي خفيفة وبنينة وغنية بزاف ديال المواد اللي مفيدة للصحة. كيف ما كتشوفوا، الشكل ديالها كيجي راقي ورائع. تقدميها للناس بوجهك احمر. وبالنسبه للمقادير، فيها مقادير متوفره في اي دار، غير البرغل هو اللي خصكم تشريوه. آه، بالنسبه لي انا درت الزبيب كيف ما كتشوفوا هو الاول، لان حتى هو داخل في المكونات. وغادي نحتاج هنا البرغل، كيلو العرب او كيلو على حسب الكميه اللي غتحتاجو نتوما. انا ما درتش كيلو كامل، نقص منه. كيف ما كتعرفوا البرغل كيكون طايب نص طيبه هكا، كنشريهم عند مالين الحوانت. يعني نتوما غير غادي تطيبوه نص طيبه اخرى باش تكملوا الطياب، تقريبا ديك 6 دقائق حتى 8 ديال الدقائق، وتطفيو عليه باش كيبقى شاد راسو. كيف ما كتشوفوا هنايا زدت الفرماج محكوك، وزدت خيزو محكوك، والفلفله محكوكه حتى هي زدتها. الفلفله حمراء، الا بغيتو تزيدوا حتى الخضراء زيدوها، انا ما فضلت ندير غير الحمراء بوحديتها. وكيف ما كتشوفوا هنايا انا ضفت البواطه ديال الطون بالزيت. يفضل تزيدوها بالزيت ديالها باش يشرب لكم داك البرغل ويجي ميدم شويه. انايا زدت بواطه ديال الذره المعلبه. وزدت هنايا 2 معالق كبار ديال الكورنيشون مقطعين صغار. هنايا درت معلقه ديال الخل، غير معلقه البنات، وحده كافيه. انايا راه زدت شويه ديال القرقاع مقطع، كل مره راني كنزيد لان كنت كنقطع غير بيديا. وغادي اخيرا نزيدو المايونيز، اللي غنحتاجو واحد الكميه معقوله باش نجمعو بها هذا البرغل. بالنسبه لكم المكسرات، يمكن لكم ديروا اي مكسرات بغيتو، يمكن لكم تزيدوا حتى الخيار الا بغيتو. المكسرات انا درت الزبيب والقرقاع صافي. بالنسبه لكم نتوما يمكن لكم تزيدوا حتى اللوز، لا كاجو. تزيدوا تكثروا الزبيب شويه، كيجي بنين صراحه هائل، كيعطي واحد المذاق واعر. آه غادي يعجبكم المذاق، خصوصا في هذا الصيف. بزاف ديال الناس كيستغناو على طواجن، كيستغناو على الاكلات الساخنه، فكيفضلوا انهم ياكلوا غير الاكلات البارده. انا هنايا زدت ياغورت طبيعي. الا نتو درتو كيلو كامل فيمكن لكم تزيدوا 2 ديال ياغورت طبيعي باش تجمع لكم السلطه ديالكم. و والمايونيز كيف ما قلت لكم غنحتاجوا كميه معقوله. انا زدت شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وغادي نجمعو مزيان. بالنسبه للمايونيز انا هنايا درت غير القراعي اللي شريت من عند من الحانوت، فيمكن لكم نتوما تصايبوه. انا ما كانش عندي الوقت باش نصايبوه لاني درتها الصراحه بالزربه، فيفضل انكم تصايبوا كميه معقوله في الدار. الطريقه راكم عارفينها سهله. البيض، الخل، شويه الملحه، البزار، دغيا يطلع لكم. مهم، هاد السلطه كتحتاج كميه معقوله ديال المايونيز باش كتجي مشربه مزيان، وكنخلطوها على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين نتوما كتبقى التزيين ديالكم اختياري، يعني تحطوها في طبيصلات صغار او ديروها على شكل طاغط او ديروها في مول مربع او مول داير. هادشي كيبقى على حساب اختيار كل شخص. انا هنا درتها في هذا المول الدائري وسطحتها بالمعلقه باش تشد راسها. وبالنسبه للمكونات البنات كيف ما قلت لكم، يعني هاد السلطه يمكن لك انت ديري فيها اي حاجه بغيتي. آه يمكن لك تزيدي فيها حتى الخيار كيف ما قلت لكم، يمكن لك تزيدي فيها حتى الفواكه طاريه، الى عندك بحال الاناناس، بحال الكيوي، بحال الافوكا، فيمكن تزيدي هذا الشيء. لانني مره اخرى كنت درتها بنفس المكونات ديال هاد لي فخوي اللي قلت لكم، وجات غزاله صراحه.
هاد المرة درت فيها غير هاد المكونات، ففكرت أنني نصور الفيديو ونشارك معكم. إبلي، ما تنساوش البنات طيبوه غير من السطيبة، لأن ديجا كيكون مطايب باش ما يجيكمش معجن، أو البرغل كيف ما تيقولوا بعض الناس. بالنسبة لهاد الليمونات اللي درت زينت بهم، فغادي نشارك معكم ان شاء الله الفيديو، لان حتى هي كتجي مع لي صالات وكتجي اكله بارده وكتعطي المنظر وحتى في المذاق هائله. غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم، ما فيهاش بزاف ديال المكونات. هذاك خيزو محكوك من الداخل فيها واحد العجينه ديال نيسلي والبيض محكوك. المهم دابا نحط لكم الفيديو ان شاء الله. وانا زيرتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، شكل جا رائع. ومن جناب درت ليها الخيار مقطع، يمكن لكم نتوما ما ديروش الخيار الا ما بغيتوش، يمكن لكم ديروا الاناناس، الليمون، الفرامبواز اللي كان عندكم موجود. كاع الا ما لقيتو ما ديروا، يمكن لكم ديروا حتى خيزو مقطع، غيجي مواتي مع هاد الليمونات اللي درنا من الفوق. انا هنا درت الخيار، ويمكن لكم نتوما ديروا الخيار. ف المنظر كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه وهمويه، تحطيها للضياف او العائله او الوليدات. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش المرق بزاف، كيبغيوش الطواجن بزاف في الصيف، فهذه كافيه للغدا او العشاء غير هادي والديسير صافي، لان هذه فاش كتاكليها كتحسك بالشبع. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كتجي رائعه. وبالنسبه للفرماج البنات، نسيت ما قلت لكمش، يمكن لكم الا ما بغيتوش ديروا الفرماج محكوك، يمكن لكم ديروا فرماج ساندويتش، تقطعوه غير قطع وديروا حتى هو يتخلط على حساب الجيب ديال كل شخص. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم.